أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. عنوان حلقتنا النهاردة تربية البنات. قبل كده اتكلمنا عن التربية وإزاي نربي عيالنا بشكل عام، بس النهاردة هنتكلم بشكل خاص عن تربية البنات. احنا فاكرين لو أكلنا عيالنا أحسن أكل ولبسناهم أحسن لبس ووديناهم أحسن مدرسة وجبنا لهم كل اللي نفسهم فيه يبقى احنا كده عملنا اللي علينا. لا، زي ما انتوا شايفين العالم بقى مرعب، مرعب فعلا. كل حاجة حوالينا بقت مريبة وغريبة، غريبة على أفكارنا وغريبة على أخلاقنا، غريبة على أدياننا. فعشان كده أنا النهاردة استفزني موضوع تربية البنات عشان نتكلم عنهم، نتكلم ايه اللي بيحصل حوالينا وايه اللي بيأثر على بناتنا وازاي نقدر نواجهه أو نتعامل معاه. تعالوا أقول لكم ليه موضوع البنات بالذات. البنات لو بصينا على البنت عندها 7 8 سنين، وخاصة ان انا عندي بنت فشوية جوه يعني جوه محيط البنات شوية، البنات اكبر من سنهم. 7 8 سنين كان اقصى طموحي ان انا العب واسيب المذاكرة واقعد العب، ده اقصى طموحي. لا، النهاردة البنات اللبس بقى مهم جدا بالنسبة لها، الفيسبوك، تيك توك، السوشيال ميديا، بقى عندها أفكار غريبة، عايزين موبايلات، عايزين أيباد، بيسألوا أسئلة كبيرة قوي أكبر من سنهم، بيصاحبوا. هو في إيه؟ ده 7 8 سنين، يعني هما لما يبقوا عندهم 15 16 سنة هيعملوا فينا إيه؟ فمن هنا ابتديت لأ، احنا محتاجين نشوف ايه المشاكل وايه اللي حصل للبنات، يعني ايه اللي خلاهم يوصلوا للمرحلة دي. لو لاحظتوا ان مؤخرا كذا مسلسل ناقش قضية البنات والمشاكل اللي بتحصل لهم، سواء من السوشيال ميديا او التيك توك او الحاجات الغريبة اللي بتحصل دي. يعني في مسلسل اعلى نسبة مشاهدة ناقش قضية اليوتيوبر والانفلونسر واللي هم البلوجر والناس الغريبة دي. وفي برضو مسلسل كامل العدد كان بيناقش البنت اللي كانت طول النهار على التيك توك، وعملت حفلة اعتقد، ويعني الموضوع ايه، حصل مشكلة في الاخر وفي قضية، يعني بغض النظر عن تفاصيل القصة. فأول سبب عايزين نتكلم فيه هو عامل مشكلة في حياتنا وخاصة حياة بناتنا، هي السوشيال ميديا. اللي يعرفني واللي بيسمع حلقاتي هيعرف ان عدوي الاول في الحياة السوشيال ميديا. عدوي. السوشيال ميديا دي اساس النصايب والخراب والمشاكل في عصرنا الحالي. تتفق معايا او تختلف، ده رأيي انا، وانا شايفة ان السوشيال ميديا ليها مشاكل رهيبة رهيبة رهيبة، سواء بقى بنات، سواء ولاد، سواء بيوت مفتوحة، متزوجون، whatever، هتلاقي ان السوشيال ميديا بتعمل مشكلة في حياة كل واحد. يعني انا حطيت قاعدة جديدة كده: العلاقة ما بين السوشيال ميديا والمشاكل وخراب حياتنا وبيوتنا علاقة طردية. كل ما علاقتنا تزيد بالسوشيال ميديا كل ما حياتنا بتتخرب ومشاكلنا بتزيد. بجد. تعالوا احكي لكم على حاجة. في بنوتة أنا أعرفها، زميلة بنتي في المدرسة. البنت دي كانت شاطرة جدا جدا فوق ما تتصوروا في ابتدائي. فالبنت دي ابتدت تهتم شوية بالتليفون، التيك توك، تعمل فيديوهات، ابتدت ألاقيها 24 ساعة قاعدة على الفيسبوك، على الماسنجر، مش عارفة على ايه. البنت مع الوقت وأول ما دخلت إعدادي ابتدت مستواها ينزل، حرفيا بقى بينزل، بقت بتجيب درجات سيئة جدا، مع ان مامتها وباباها ناس محترمة جدا. بس البنت علاقتها بالسوشيال ميديا خلتها عمالة الكيرف بتاعها بينزل، بجانب الألفاظ اللي بقت بتتسمع والتصرفات الغريبة واهتمامها الزيادة والأوفر بشكلها. أول حاجة التيك توك. التيك توك أنا بقيت بشوف فيديوهات لبنات، يا جماعة دول صغيرين جدا، هي ازاي أهليهم سامحالهم يعملوا كده؟ ومش فيديوهات عبيطة بتاعت أطفال، لا ده فيديوهات رقص، تشالنج،
هزار، يوميات. ايه ده؟ يعني ايه ده في السن الصغير ده؟ ليه؟ هما بيعملوا كده علشان اولا ياخدوا لايكس والناس تبقى معجبة بيهم، يبقوا مشهورين. كمان في بيبقى هدفهم فلوس، لان كل ما الفيديوز تجيب فيوز كل ما هما بيجيلهم فلوس. فالموضوع بقى ايه ده؟ يعني سن مثلا 7 لسن 19 سنة. ليه؟ ليه المرحلة دي بقت مركزة في التيك توك قوي؟ طبعا كل ده بيأثر على بناتنا وبينعكس عليهم. حتى البنات اللي ما بتعملش فيديوز على التيك توك، اللي بتشوف التيك توك بتتأثر جدا. يعني أنا برضو شفت بنات ابتدت في سن 7 8 سنين تلون شعرها باللي هي الكريزي كولرز. بقت بتعمل اللي هو الحلق اللي في الأنف ده. في ايه؟ يعني لا، في ايه بجد؟ او يحط روج 7 8 سنين. طب انت هتحطي روج ليه وانت عندك 7 8 سنين؟ فتأثير التيك توك والسوشيال ميديا بقى يعني ايه ده؟ طيب انا دلوقتي هفهم بناتي ازاي ان الموضوع ده مش صح. اولا زي هرجع لنقطة المسلسلات. المسلسلات دي لما ناقشت القضايا بتاعت التيك توك والبنات، الحاجات دي قصص واقعية، هما مش بيألفوا أو هما مش بيشجعوا بناتنا، بالعكس دي قصص واقعية. وكانت آخرة القصة دي مأساوية. طيب أنا هفهم بناتي إزاي؟ لما أجي أقعد مع بناتي لازم أفهمهم إن الفيديوز دي وصمة عار. أيوة، وصمة عار. بمعنى أنا النهاردة لما أتصور بلبس معين أو برقصة معينة أو whatever ستايل اللي أنا بيه على التيك توك، ده بيقلل من منظري وبيقلل مني، وبالذات لما أكبر. يعني هما البنات مش فاهمين دلوقتي إن ده مش حلو أو مش صح، لكن لما يكبروا هيبقى وصمة عار في حياتهم. هديهم مثل أنا دايما بقوله لبنتي: البنت هي جوهرة. عمرك وانت ماشي في الشارع خبطت في جوهرة أو خبطت في دهب أو خبطت في لؤلؤ؟ لأ، سوري، يعني بنخبط في زبالة، بنخبط في طوب، في تراب، في طين. ده اللي بنخبط فيه. طيب انتي ايه اللي جاب الجوهرة والطين والزبالة للبنات؟ احنا كبنات لازم نفهم ان احنا جوهرة. انا ليا مكانتي، ليا تميزي، انا مش شبه البنات. ما ينفعش حياتي سواء على الفيسبوك، التيك توك، whatever في السوشيال ميديا تبقى كده ايه، كأن انا قاعدة في الشارع كله عارف عني كل حاجة، كل من هب ودب عارف تحركاتي ولبسي وتفكيري وستايلي. لا، ده مش صح. الناس بتتكعبل في الرملة في التراب، ماشي، لكن انا لؤلؤة، جوهرة. ما ينفعش حياتي تبقى كده. لو انا ربيت بنتي من صغرها ان هي جوهرة، تحافظ على نفسها، ان هي في مكان، يعني دايما الجوهرة او اللؤلؤة بيحتفظوا في اماكن صعب ان احنا نوصل لها، عشان كده بتبقى غالية. دايما الحاجة الغالية الناس بتبقى بتتمناها وبتجري عليها، لكن الحاجة الرخيصة بندوس عليها. ففي قصص كتير ممكن نتكلم مع بناتنا فيها ونوصل لهم قد ايه هم جوهرة، هم لؤلؤة، هم غاليين. لازم يبقوا غاليين في نظر نفسهم الأول وفي نظرنا، علشان يعرفوا لأ، أنا لأ، مش زي البنات اللي بتعمل فيديوهات. أنا مش هيبقى حياتي على الملأ، ستايلي، تصرفاتي، لبسي. لأ، يعني أنا مميزة. ما ينفعش أبقى كده زي سوري اللي هم في الشارع. لأ، فلازم أول حاجة نعرفها لبناتنا إن إحنا غاليين، إن إحنا جواهر، إن أنا ما ينفعش أقلل من نفسي علشان بس أكسب لايكس أو أكسب فيوز أو الناس تقول واو فلانة مشهورة. لأ، فلازم نوصل لهم النقطة دي. تعالوا نقول نقطة تانية، ودي أنا بحذر منها، مش بس اللي عندهم بنات وعندهم أولاد. من سن صغير أنا لازم أحدد وقت للتليفون، ماكسيموم ساعة في اليوم. مش هقولك ابعد وشيل التليفون من قدامهم والكلام ده.
لأ، خلّينا واقعيين، هو بقى فرض علينا في الحياة، فما ينفعش إيه، مش موجود. بس أحطه بlimit ساعة، وهو قاعد ماسك التليفون أكون أنا قاعد جنبه، عيني عليه، من غير ما أحسسه إن أنا إيه، باراقبك، خلّي بالك أنا عيني عليك، أنا شايفك بتعمل إيه، لأ، يبقى مراقبة من بعيد لبعيد، مراقبة بثقة، أنا واثق إن أنت مش هتفتح حاجة مش كويسة، وبرضه أفهّمهم إن في حاجات مش كويسة دي هدفها إن هي تسحبنا للطريق الوِحِش، فيبقى في رقابة. في application اسمه family link، ده ممكن إحنا نحطه على موبايلنا إحنا الشخصي، موبايل بنتنا أو ابننا، فنقدر نتحكم في عدد الساعات، نتحكم في الحاجات اللي تتفتح. ده يعني عن تجربة حلو جدًا، ممكن أحط لكم لينك الapplication لو حابين ننزّله على موبايلات أولادنا. في applications ياما يعني حلوة بتtrack الحاجات اللي عيالنا بيشوفوها، في يوتيوب kids ده برضه حلو. إحنا نحاول على قد ما نقدر يبقى في رقابة، بس من بعيد، رقابة بثقة، ما احسسوش إن أنا باراقبه، لإن دايمًا الممنوع مرغوب، فأنا هاراقب من بعيد لبعيد. بجانب لازم أفحّته طول النهار، البنت بالذات عندها طاقة، البنات بيبقى عندهم طاقة وطاقة ذهنية أكتر من الطاقة الحركية زي الولاد، فأنا لازم أفحت بنتي طول النهار، ما اديهاش وقت تقعد تفكر في أي حاجة ما لهاش لازمة، بمعنى دراسة، لو في رياضة، أعمال يدوية، تقرا، آآ تمارس هواية هي بتحبها whatever، لازم أفحتهم. في الأجازة ما يسيبلهمش ساعة، ساعة ما يعملوش فيها حاجة، وما تقوليش أصل إحنا مشغولين وإحنا مفحوتين، تمام، إحنا تعبانين، أنا ما انكرش الموضوع ده، بس لمّا عيالنا هيحصل لهم أي حاجة وخاصةً بناتنا، وأنتم فاهمينّي كويس أوي، باحط 3 شُرط تحت بناتنا، إحنا بنلبس، بنتأذي، فلازم أحط برنامج يومي لبنتي علشان ما ادّيش فرصة للفراغ يخُش حياتها، فراغ يساوي شيطان، يساوي مشاكل أنت في غنى عنها. فكرة تانية ممكن نعملها مع بناتنا، ودي من صغرهم هتبقى حلوة أوي، طبعًا بناتنا بيحبّوا يسمعوا قصص، أو ولادنا عمومًا يعني. فدايمًا احكي له قصص عن سلبيات السوشيال ميديا، سلبيات أو قصص عن قد إيه ممكن السوشيال ميديا تضرنا، قصة عن قد إيه إن البنت أو الولد كمان ممكن تنفع معاه إن هو جوهرة ومميز وما ينفعش يبقى شبه الناس اللي حواليه. أبتدي أحط في دماغهم قد إيه إن الحياة فيها حاجات حلوة أوي غير الموبايلات وغير الفيسبوك وغير التيك توك وغير الكلام ده. لازم أزرع كمان مبدأ كان زمان موجود، هو القدوة. القدوة دي مهمة جدًا في حياة الطفل، لمّا يبقى في قدوة قدّامه بيبقى عايز يبقى زيّها. زمان على أيامي كان مجدي يعقوب وأحمد زويل هم قدوتنا في الحياة، لإن كان ليهم أثر كبير أوي في المجتمع، محمد صلاح دلوقتي. طيب تعالوا نبُص على قدوة بناتنا، قدوة بناتنا بقت البلوجرز، اليوتيوبر، ال اللي هم بيعملوا تيك توك وبيعملوا حاجات، أنا عايزة أبقى زي الفلانة، أنا عايزة أبقى ألبس زي علانة، أنا عايزة أتفسح في الأماكن اللي بتتفسح فيها صاحبتي. قدوة ما ينفعش يبقوا القدوة. طبعًا على يعني احترامي كلّه للبلوجرز واليوتيوبر، ناس محترمة، بس آآ الطالح داس على الصالح، أنا ما باعرفش أقول أمثال أوي يعني، بس قصدي يبقى قدوتنا أو قدوة بناتنا حد ليه أثر في المجتمع وأثر إيجابي، ما ينفعش أسيب السوشيال ميديا هي اللي تقرر لعيالي مين القدوة، وبنسبة كبيرة بتبقى قدوة سيئة. يا ريت برضه نعلّمهم إن فكرة التصوير، يعني أنا بالاقي بنات بتنزّل صور وبنات صغيرة، الpose اللي بياخدوه في الصورة مش لطيف، مش أحسن حاجة، اللبس برضه يعني مش لبس بنوتة صغيرة، فأنا بالاحظ إن في بنات كتير بتحب تتصور كتير، كتير جدًا، سواء في بيتهم أو برّه في الشارع أو في أماكن عامة،
وتقوم منزلاها بعد كده على الفيسبوك او انستجرام او وات ايفر. طيب ايه سلبيه حاجه زي كده؟ اولا الصور دي ممكن تتاخد في جروبات مش كويسه. ممكن الصور دي تبقى مصدر ابتزاز للبنات دي، وقبل كده اتكلمنا عن الابتزاز اللي بيحصل من الصور دي. فلازم افهم بناتي، لا، يعني اولا يفضل بلاش نحط صور على السوشيال ميديا لينا. كفايه صوره او صورتين كل 3 4 شهور مره. تاني نقطه، لو اتصورنا على الموبايل نعمل باك اب، وانا قلتها قبل كده الفكره دي، على لابتوب، على اجهزه في البيت، بحيث ان لو موبايل لا قدر الله اتسرق او حد مسكه مش كويس، ما يبقاش مصدر ابتزاز لبنتي او لابني. فلازم نحط النقطه دي ونزرعها في عيالنا. معلش احنا هنتعب اول فتره في تربيه بناتنا، هنرمي فيهم بذور صالحه. بلاش تسيبوا المجتمع هو اللي يربي عيالنا، بالذات البنات. المجتمع ما بقاش زي زمان، فهنتعب شويه ونربي فيهم بذره من صغرهم. خطورة الفيسبوك، خطورة السوشيال ميديا، خطورة الفيديوهات وخطورة الصور، لا ده ريسك مش يعني ما يستحقش الريسك اصلا. يعني موضوع السوشيال ميديا دي ما تستحقش ان انا اخاطر عشانها. هخاطر بايه؟ هخاطر بسمعتي وبشكلي، ولا ما ينفعش. فلازم، هعيد تاني، نربي في بناتنا بذرة خطورة السوشيال ميديا. تعالوا ننط لنقطة مهمة، ودي منذ الأزل وإلى الأبد، نقطة الصحاب. وما أدراك ما الصحاب. لازم أبقى عارفة صحاب بنتي. ليه؟ لأن صحابها يعني هي، يعني هم هيسحبوها ليهم ولفكرهم ولطريقتهم. فلازم أبقى عارفة كويس قوي صحاب بنتي، ولازم أعلمهم من صغرهم إزاي يختاروا الصحاب. لأن اختيار الصاحب زي اختيار شريك الحياة بالظبط، ده بالنسبة لنا. لأن الصاحب ساحب، وقلتها قبل كده. فلو الصاحب كويس هيسحبني لأحسن، لو الصاحب سيء الدنيا مش هتبقى أحسن حاجة. ومعظم المشاكل اللي بتحصل لبناتنا هي بتحصل من الصحاب، بيكونوا هما أساس المشكلة الرئيسية في حياتنا. يعني معظم البنات اللي تعرضوا لابتزاز أو تهديدات من ناس يعرفوهم، من صحابهم، من معارفهم. فلازم من صغرهم أعرفهم إزاي يختاروا الصاحب الصح. يعني مثلا أنا لو صاحبتي دي كويسة هتخليني أحسن في دراستي، طريقة تفكيرها هتخلي طريقة تفكيري حلوة، طريقة لبسها هتبقى شبه إن احنا هنبقى متشابهين. طريقة التفكير، لأن أنا النهاردة لما صاحب حد مختلف عني، يا إما أنا هجره يا إما هو هيجرني. يفضل برضو نحكي لبناتنا ونعلمهم ان لا، نخلي بالنا من الصحاب وازاي نختار الصحاب. هتيجي واحدة تقول لي طيب انا اصلا ما بعرفش اختار الناس، ازاي هختار لبنتي صحابها او ازاي هجبرها؟ لا، انت مش هتجبريها على اختيار الصحاب. احنا من الصغر هنعلمهم. في كتب كتير قوي ازاي اختار الصاحب، ازاي افهم اللي قدامي، ازاي اختار الشخص اللي يرفعني مش اللي يوقعني. فالموضوع سهل، بس ندور ونتعب. احنا ما بنحبش نتعب وندور، احنا نحب الحاجة تجيلنا على الجاهز. فالمجهود الشوية اللي هنبذلهم هيريحونا بعد كده. نقطة تانية مهمة أحب أقولها، وهي في نظري مهمة، وخاصة في مجتمعنا الشرقي. زمان كانت في مامة واحدة صاحبتي، كنت لما أروح عندهم البيت كانت تقول لبنتها إيه: سنانك ما تبانش في الشارع، ضحكتك ما تطلعش في الشارع، صوتك ما يعلاش وانتي ماشية، تمشي بطريقة معينة. فكانت هي كانت غريبة بس عجبتني لأن لا هي يعني أنا ما ينفعش كبنت، وبالذات البنات، دايما البنات من يعني احنا متربيين ان فعلا صوتنا ما يعلاش في الشارع. الضحكة، انا بشوف بنات هي كده في الشارع وفي المواصلات،
بنات صوتها عالي، انا بقيت بسمع بنات بتتكلم زي الولاد. يعني انا كان زمان اللي يميز البنت عن الولد الاسلوب والرقه والادب والاخلاق، لا دلوقتي بحس ان البنات بقت افظع من الولاد في طريقه كلامهم وفي اسلوبهم. فلازم اربي بنتي على حته، لا سنانك ما تبانش فعلا، ضحكتك، صوتك، هيقولوا لنا انتوا قدام، بس لا، انت جوهره، ما ينفعش تبقي كده. يعني ما ينفعش فيش جوهره يعني برضو نفس فكره الجوهره في الشارع. انا ما ينفعش امشي زي البنات اللي مش، او الشخصيات اللي مش كويسه، صوتي عالي والضحكه عاليه وهقي ومقي في الشارع. يعني دي مش تصرفات بنات، ده اللي احنا اتربينا عليه الصراحه، وده الصح. كمان اللبس بقى للبنات، بمعنى طبعا انا بحترم ان في يبقى حريه والبنات تلبس اللي هي عايزاه، دي حاجه مفروغه منها. بس انا بلاحظ ان البنات كلها بتلبس شبه بعض. يعني لو انت دخلت مثلا كليه هتلاقي معظم البنات كلها شبه بعض، يعني مفيش بنت بتميز بنت في اللبس، كله بيقلد بعضه في اللبس، وكله بيقلد بعضه في لفه الحجاب، وكله بيقلد بعضه في ستايل الشعر، الميك اب. هو في ايه؟ يعني فين التميز برضو في الموضوع يا جماعه؟ يعني هو ليه بناتنا شايفين احنا لو قلدنا اللي حوالينا احنا كده جامدين فحت؟ يعني لا، ازرعوا فيهم فكرة التميز. فكرة التميز دي هتعلمهم انا مش شبه دي ولا شبه دي، انا في حتة لوحدي. لما تربي بناتك على فكرة ان انا في حتة لوحدي، مش لازم اقلد الناس، بالعكس انت ممكن تكوني قدوة لصحابك، قدوة لبنات جيلك، في ستايلك المحترم، في طريقة كلامك الحلوة، في شكلك، في تصرفاتك، هو ده الصح. علموا بناتكم يكونوا مؤثرين في المجتمع، وليس بياخدوا او بيمتصوا افعال المجتمع. اكون انا فعل مش رد فعل. نقطة تانية مش لازم نغفلها، الاختلاط في المدارس، في الجامعات، في النوادي، بقى شيء واقعي. ف عادي في بنات ولاد في مدرسة واحدة صحاب واخوات متربيين مع بعض، جميل لحد هنا. بس اللي مش جميل إن بالاقي إن مش بيبقى في حدود في التعامل، حدود سواء في الهزار أو في طريقة الكلام، أو إن في بنات بتوصل لدرجة إن هي بتتكلم في خصوصياتها مع ولادها، سوري، مع صحابها الولاد. بمعنى بالاقي مثلا في البنات والولاد بيهزروا مع بعض بالإيد، آه بي بيتكلموا في حاجات شوية خصوصية قوي، ده صاحبي، دي صاحبتي. أيوه، أنا باحترم على فكرة الصداقة بين الولد والبنت جدًا، بس بحدود. الحدود في العلاقات عمومًا مهمة، فما بالك في علاقة البنت والولد كصحاب. أنا مش باقول لأ بنتي ما تعرفش ولاد صحابها، وبنتي ما تصاحبش غير بنات، لأ على فكرة صداقة الولد والبنت في سن صغير حلوة جدًا وبتدّي نضج كبير أوي. بالعكس البنات بتبقى اللي يعني بتعرف ولاد، مش بتعرف ولاد يعني لأ، يعني ليها أصدقاء ولاد في إطار محترم وعائلي، يعني في إطار المدرسة أو في إطار النادي، لأ البنات دي بتطلع ناضجة جدًا، ولمّا بتكبر لأ بيبقى في نضوج وفاهمة الولاد بتفكّر إزاي، فده حاجة صحية جدًا. لكن إيه اللي مش صحّي؟ إن يبقى في شَعْرة ما بين الاحترام وتعدّي الحدود، في الهزار، في طريقة الكلام، في التعامل، لأ، هو أخويا قبل أي حاجة. لو أنا ما حطيتش حدود في علاقتي مع صداقتي كولد، لأ، يبقى في حاجة، في خلل. فلازم أفهم بناتي، لأ طبعًا إحنا يعني دي حاجة كويسة جدًا إن يبقى ليّا صحاب ولاد، ودي حاجة healthy جدًا، بس بحدود. بلاش هزار الإيد، بلاش نتكلم في خصوصياتنا كبنات، بلاش نتعدى حدودنا. صحاب يعني ممكن نتكلم على حاجة مشتركة، الدراسة، الرياضة اللي بنلعبها، مثلًا بافكر أطلع إيه مثلًا لمّا أكبر، الكلام العام ده. لكن ما يبقاش في تدخلات ممكن توصل لحاجات إحنا في غنى عنها. موضوع الحب بين الولد والبنت مش حابة أخش فيه أكتر، يعني مش هو ده وقته. بس
الموضوع ده بقى كتير قوي وبرضه من سن صغير جدا. لازم برضه افهم البنت ان دي مشاعر تحترم، بس الحب هو هنا انت مش فاهم ان ده حب اخوي، انت مترجمه حب تاني. لا، لازم افهم بنتي ده حب اخوي، احنا مشاعرنا لسه صغيره. اه طبعا يبقى في حب، ده شيء جميل، الحب ده حاجه حلوه جدا، بس لما تكبري اكتر هتفهمي ان ده حب اخوي. يعني احب انهي بكام نقطه. تربيه البنات مش سهله، واللي عنده بنت كبيره عارف ان تربيه البنات فعلا فعلا مش سهله. فلازم نزرع فيهم الاخلاق والمبادئ، لازم نزرع في عيالنا أفكار صالحة. انتي في عالم مليان أفكار شريرة، بس انتي كبنت لازم تحاربي الأفكار دي. مش هسمح لبنتي حد يدمر عقلها ويدمر أخلاقها. لما أزرع بنت قوية، أعمل لها جذور قوية في الأرض ثابتة، مهما شافت في حياتها ومهما عدت بتجارب أو مهما حد حاول يأذيها بأي طريقة، هي جذورها القوية مش هتسمح لحاجة تهزها. هتعبر كده وهتعدي. هتربي فيها ضمير عارف يميز ما بين الصح والغلط. تعالوا نتكلم بصراحة، احنا مش عايشين لهم، احنا مش معاهم ال 24 ساعة. فلازم ازرع في بنتي الاخلاق، الضمير اللي يقدر يميز ما بين الغلط والصح. هل انا كبنت او كإنسانة ينفع اعمل التصرف ده ولا لا؟ علموهم دايما يسألوا نفسهم السؤال ده: هل انا ينفع اعمل كده؟ هل صح ان انا اعمل كده؟ طب ايه عواقب اللي انا هعمله؟ لازم نكون صحاب لبناتنا. مش كلمة بقى ايه صحاب نقعد نهبل ونهزر مع بعض، طبعا ده شيء رائع ان احنا نهبل ونهزر، بس صحاب ايه؟ احكي لي النهارده عملتي ايه، يومك كان حلو؟ طب انا احكي لك انا النهارده عملت كذا وكذا في يومي. هي بالتالي هتبتدي تحكي لي يومها، هتبتدي اديها خبراتي وانا صغيره. ده انا عايزه اقول لك وانا في سنك عملت ايه، كنت شقيه جدا، كنت بعمل حاجات، وقعدت احكي لها عن خبراتي. ممكن احكي لها كمان عن خبرات صحابي البنات، وقد ايه يعني انا في حياتي شفت خبرات لبنات لا تعبوا جدا في حياتهم، بنتيجه افكارهم الغلط، وبنتيجه ان اهليهم ما كانتش مركزه معاهم. انا عارفه ان العالم ومشغوليات الحياه بتاخدنا، بس اكتر حاجه ربنا هيحاسبنا عليها هو بناتنا وتربيتنا ليهم. فيعني نصيحه، إيه، كونوا مصغيين لبناتكم، كونوا انتوا الامان، انتوا اللي هتنقذوهم لو حصل لهم حاجه، هتكونوا انتوا الميه اللي بترويهم بخبراتكم وبمحبتكم ليهم. فرجاء خلي بالكم من بناتكم جدا. صدقوني اللي بيتعب في تربية بناته في عياله عموما هيحصد ثمر حلو. بصوا حواليكوا على التجارب وشوفوا قد ايه الإهمال في تربية بناتنا ممكن يأثر عليهم وعلينا احنا كمان بالسلب. قبل ما انهي الحلقة، بتمنى لكم يوم جميل. بحب أكد إن احنا حلقاتنا موجودة على جميع البودكاست، سواء جوجل بودكاست، ابل بودكاست، ساوند كلاود، سبوتيفاي. كمان موجودين لينا تشانل على اليوتيوب. في اي وقت تحبوا تبعتوا لنا اي استفسارات، اي افكار، احنا بنرحب بالافكار بتاعتكم. شكرا.